بما ان الارض شبه كرويه، ايه اللي ممكن يحصل لو الانسان خرم الارض وحب يعدي من الناحيه الثانيه؟ طبعا ده سؤال مهم وهجاوبك عليه. مبدئيا الانسان عشان يفكر انه يعمل حاجه زي كده هتقابله العديد من المشاكل. رقم واحد، ارتفاع درجه الحراره بتاعه باطن الارض. ان اعمق حفره قدر الانسان يحفرها كانت حوالي 12 كيلو. خليني اقول لك ان اعمال الحفر هنا توقفت بسبب ان الحراره اللي وصلوا لها كانت حوالي 180 درجه. الحراره هنا بدورها اتسببت في انها سيحت الالات وبالتالي توقفت عمليه الحفر. غير ان باطن الارض اصلا اللي ما حدش لسه وصل له درجه الحراره فيه بتوصل لحوالي 6000 درجه مئويه. المشكله الثانيه اللي هتقابل الانسان وهي عمليه الضغط الجوي. المعروف ان كل ما بنزل في باطن الارض الضغط الجوي بيزيد، والانسان الطبيعي بيقدر يستحمل الضغط لحوالي 54 درجه. المعروف ان باطن الارض درجه الضغط فيه بتوصل لحوالي 300. المشكله الثالثه اللي بيقابلها الانسان هنا وهي مشكله الجاذبيه، ولان الجاذبيه في باطن الارض منعدمه، انت لما هتوصل لباطن الارض هتثبت مكانك ومش هتعرف تتحرك بسبب عدم وجود الجاذبيه، وهتفضل على الوضع ده باستمرار لحد ما تموت. بس خليني اقفل لك الحوار ده خالص، لان ربنا سبحانه وتعالى نهى الموضوع ده من اكثر من 1400 سنه لما قال في كتابه العزيز انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مساله خرق الارض من الاساس مساله مستحيله، اما الشيء اللي مش مستحيل هو ان الاستاذ بيقدم محتوى ممتاز.